السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزاكم تدعوا دعوة من القلب لأهل فلسطين، ربنا ينصرهم وربنا يرحم الشهداء يا رب. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض البكاكين بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان بأقل التكلفة. هتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده زي العسل. طريقتنا النهارده سهلة وبسيطة. أنا عملت معاكم الفيديو ده كم مرة بس بصراحة طلب مني، فحبيت أعمله معاكم مرة كمان. زي ما انتم شايفين كده طعمها شكلها وتسويتها زي الفل. جربوها، لو جربتوها في موسم الشتاء كده مش هتبطلوا تعملوها، حلوة جدا ومغذية وكمان تنفع على الفطار او على العشاء. زي ما انتم شايفين كده، يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ازاي. اول حاجة هنا عندي 3 كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق بتاعي متعدد الاستخدام بس لازم يفضل يكون جودة حلوة. حطيت اول حاجة هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر مليانة كده على الآخر، وحطيت معلقتين كبار من الخميرة الفورية. طبعا الخميرة أنا مجرباها وعاملة لها اختبار في العجن كام مرة معايا، فأنا عارفة إن هي ممتازة فبتطلع معايا بتخمر معايا كويس. وحطيت نص معلقة كبيرة من الملح، وحطيت حوالي 6 معالق كبار من السكر، يعني تقريبا كده نص كوباية من السكر. وهنزل ب3 معالق من الخل زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو عايزة تعملي نص الكمية او ربع الكمية زي ما انت حابة. هقلب كده المكونات الجافة مع بعض. هنا عندي 2 كيلو بالظبط من اللبن. 2 كيلو خد يعني 3 كيلو من الدقيق اخدوا معايا 2 كيلو بالظبط من اللبن. اللبن يا ريت يكون رايب، يعني لو عندك رايب يفضل يكون رايب، بس انا بصراحة ما عنديش رايب، هو عندي حليب كده دفيته وعملت بيه على طول. لو مش عندك لبن ممكن كمان تستغني عن اللبن وتحطي مية وتحطي ربع معلقة عفوا ربع كوباية او نص كوباية من اللبن البودر. تستغني عن المية اللبن خالص وتحطي مكان اللبن مية لو مش عندك. المتاح عندك اعملي بيه وكمان هتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. هعجن كده كويس. يعني انا هعيد تاني معلش الحته دي. حطيت 3 كيلو دقيق اخدوا مني 2 كيلو من اللبن، يعني 2 كيلو من الماده السائله. لو كان لبن او ميه، وطبعا حطي تدريجيا عشان في انواع دقيق بتختلف نوع عن التاني. وكمان لو مش عندك لبن ممكن تحط، لو مش عندك لبن بودر يعني ممكن تحطي معلقه كوبايتين من علب من الزبادي، علبتين زبادي يعني بتاع المحلات، وتحطي وتكملي بميه لو مش عندك لبن بودر. وكمان لو مش عندك، لو مش عايزه تحطي زبادي ممكن تستغنى عنها خالص وتحطي مكانها ميه. زي ما انتم شايفين كده فضلت اعجن فيها لحد ما ايدي خلاص مش بتلزق فيها. عجنتها كويس واتاكدت ان هي معايا فيها عرق كده كويس. لازم اعجن فيها. عجنت فيها كده حوالي 10 دقايق بالظبط قبل السمنه، وحطيت عليها مجين من بتاع الشاي اللي احنا بنشربه، الشاي العادي بتاعنا تقريبا كده بالظبط. يعني حطيت على 3 كيلو دقيق ربع كيلو بالظبط من السمنة. ربع كيلو بالظبط من السمنة يعني 250 جرام، من 250 ل 300 بالظبط، يعني تقريبا كده. آه اخدت معايا مجين من مج الشاي العادي اللي في كل بيت. زي ما انتم شايفين كده هعجن كويس. طبعا لما حطيت المادة الدهنية حطيت السمنة، حسيت ان العجينة كده اتقطعت في ايدي خالص. هتحسي العجينة كل حتة بتروح في حتة. ما تخافيش، افضلي اعجني فيها وهتتلم معاكي وهتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. هفضل اعجن فيها كده حوالي بالظبط كمان 5 دقايق او اكتر شوية لحد ما الم العجينة واحس ان هي اتمسكت معايا وكلها بقت زي بعضيها. خلاص كده هسيبها تستريح. شايفين شكل العجينة بعد ما حطيت عليها السمنة بقت عاملة ازاي؟ انا هنا بلم العجينه كويس. خلاص اخلص ايدي منها كده واسيبها تخمر براحتها خالص. ما خدتش معايا وقت في التخمير، اخدت معايا بالظبط حوالي تلت ساعه او نص ساعه الا 5. طبعا حطها في مكان دافي وغطيها كويس وهتخمر معاكي على طول. لو مكمله معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسليش في الاشتراك لو ما كنتش نورتيني، وكمان اللايك لانه بيرفع الفيديو، وكمان الكومنت الحلو عشان اكمل معاكم ان شاء الله في القناه. بعد تقريبا كده حوالي تلت ساعة أو نص ساعة إلا 5 بالظبط، خمرت معايا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه كده وحجمها اتضاعف تماما.
فاقطعها معاكم كده حسب ما انت حابه الحجم، عايزاها كبيره او عايزاها صغيره زي ما انا عملتها كده، يعني تقريبا كده بالظبط قد حبايه الطماطم او اكبر شويه، بتقطعي الحجم اللي انا قطعته ده زي ما انتم شايفين كده. هافرش او افرد شويه دقيق كده على السطح اللي انت حباه، على الصينيه، على مفرش، على رخامه، زي ما انت حابه. بس انا حبيت اعمل معاكم كده في الارض علشان هاخد وقت في العمايل، فحبيت استريح يعني عشان انا عامله كميه حلوه. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما اخلص اول كميه لازم اغطيها على طول عشان وش ما ينشفش مني ويعمل طبقه من فوق كده، احنا عايزين نغطيها. وبعد كده اكمل، بعد ما قطعتها كلها زي ما انتم شايفين كده وسبتها استريحت حوالي 5 دقايق بالظبط، هفردها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو مش عندك سريع بالنشابة، لو مش عندك نشابة ممكن بايدك عادي جدا، وتعمليها بالسمك اللي هوريهولك كده، ما تخليهاش ارفع من كده علشان تجب منك وتطلع ممتازة ان شاء الله في الاخر. ويا ريت وانتي بتعملي كده ما تكتريش دقيق، انا كده حطيت على اول واحدة دقيق، في مرة والتانية والتالتة مش هزود، يعني انا بشيل تقريبا كده بالدقيق اللي تحت القطعة اللي انا عاملاها، ما بحطش دقيق كتير، بخلي بس شوية صغيرين خالص علشان ما تلزقش مني. حاولي ما تزوديش دقيق، يعني هي ما بتحبش الدقيق تحتها كتير. السمك اللي انتوا شايفينه ده زي ما انتوا شايفين كده، هكمل الكمية كلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، بالنشابة، بايدي، بالسريع، زي ما تحبي. اوعي يكون ما حطيتيش اللايك علشان بيرفع الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، ده صراحة شغل الناس فحبيت اصوره كده واوريكم. انا طلب مني يعني الفيديو ده يتعاد او اعمله، حد طلب مني طريقة البكاكين فحبيت اعمله معاكم كده. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكمية وغطيتها، لازم اغطيها كويس، لازم تتغطى كويس علشان تستريح قبل ما تخش الفرن، لازم حجمها يتضاعف زي ما انتم شايفين كده. طبعا شكلها كده اتغير، اللون بتاعها بيتغير والحجم بتاعها بيتضاعف. هسخن الفرن، طبعا عندي فرن البوتاجاز العادي، هسخن الفرن شوية كده حوالي بالظبط 10 دقايق، واخليه يدفى كويس. وبعد كده هرص في الفرن زي ما انتم شايفين كده، ما بتاخدش وقت خالص، بتطلع على طول، وشكلها زي ما انتم شايفين كده زي العسل. شايفين ما شاء الله، الله اكبر. وطبعا بشغل الفرن من فوق ومن تحت، لو مش عندك الشوايه بتشتغل شغلي من تحت وخلي وطفي، وبعد كده شغلي على الوش. بس يفضل يكون من فوق ومن تحت عشان وشها يحمر وكمان تجب، يعني درجة الحرارة العالية بتخليها تتنفخ. زي ما انتم شايفين كده شكلها ما شاء الله، الله اكبر، زي العسل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تجربوا الوصفة، وصفة سهلة وبسيطة جدا وكمان هتحبوها، انا متأكدة لو عملتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها تاني. شايفين ما شاء الله. ما تنسيش الاشتراك يا حبيبة قلبي لما كنتش نورتيني، واللايك والكومنت الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.